الجوابات زمان كانت عاملة زي عملة نادرة، وشيء ثمين موجود وسط كتيبة من الأفكار والأحاسيس والمشاعر اللي كانت بتخرج للنور من خلال سره الباتع، الجوابات يعني. وبمساعدة قلم اللي كان بيمثل ستهم، وطابع البوسطة اللي كان بيزين الظرف علشان يبقوا تلت التلاتة، يسافر الجواب من بلد لبلد عشان يعمل حالة من تغيير الجو ما بين المرسل والمرسل إليه. ولما نتأكد ان الجواب وصل للمكان المراد نقول الإجابة سليمة. دايما كان البوسطجي بيوعدنا وعود سخية بوصول جوابنا المنشود وسط أوهام كتيرة في دماغنا بتعملها ضرب نار لحد ما يجيلنا الرد. وده كان إنجاز بنسميه الكبير قوي، لأنه نقل معاه صورة رشيدة عن جوابات وعاشت معانا وحفرت جوه قلوبنا بصمة لسه مكانها موجود بصحبة الذكريات. استنوني في الحلقة التانية، الجوابات، هنا في روشتة موناليزا.